تخيل لو قلتلك إن 80% من نتائج حياتك، نجاحك حتى مشاكلك، ناتجة من 20% من أفعالك بس. ده مش مجرد تخمين، ده قانون كوني اكتشفه عالم اقتصاد إيطالي اسمه باريتو سنة 1897. يعني كلام قديم. لاحظ الراجل ده إن 80% من أراضي إيطاليا بيمتلكها 20% من السكان بس. ريتشارد كوك في الكتاب ده بياخد الملاحظة الاقتصادية دي وبيحولها لفلسفة حياة، وبيقولك ان كل حاجة في الحياة مش ماشية يعني بشكل طردي او بمعادلة خطية، كل ما تتعب اكتر تكسب اكتر. بيقولك لا، الدنيا مش عادلة زي ما انت متخيل ومش متزنة كما تتصور. الكتاب ده ليه مهم؟ لاننا بنعيش في عصر كله استهلاك للوقت وللمجهود. ناس كتير بتشتغل وبتتعب وبتنجز قليل بكل اسف. الكتاب ده عشان يعلمك تشتغل بذكاء مش بتعب. يبقى قاعدة باريتو بتقولك 80% من النتائج بيجي من 20% من الأسباب. برضو النسب مش حرفية، يعني هو هيقول لنا في الكتاب قدام إن ممكن 90% من النتائج يجي من 10%، وبيقولك في بعض الحالات الاستثنائية 99% من النتائج بيجي من 1% من التعب أو من الأسباب. الفكرة إن النتائج مش متساوية مع التعب. يعني مثلا 20% من الموظفين بيطلعوا 80% من الشغل الحقيقي. 20% من منتجاتك بتطلع لك 80% من أرباحك كمصنع. 20% من فيديوهاتك بتطلع لك 80% من مشاهداتك. الحياة غير عادلة يظهر، والنتائج كمان. ريتشارد كوك بيقول المشكلة مش انك بتشتغل قليل، المشكلة انك بتشتغل على حاجات غلط. بتساوي بين المهام، بتدي نفس الوقت لكل الناس، او بتحاول تصلح كل حاجة بدل ما نركز مجهودنا على الحاجة الصح. طب والنتيجة ايه؟ ارهاق، احباط، مجهود ضايع. لازم انا وحضرتك نبدأ نغير طريقة تفكيرنا. التفكير العادي ان كل حاجة مهمة، لكن التفكير في ضوء النظرية ديت لا، في حاجات قليلة مهمة والباقي دوشة وش على الفاضي. ايه اقل مجهود عمل اكبر نتيجة؟ لازم تسأل نفسك. ايه اكتر حاجة بتضيع فيها وقتك ومش مدياك عائد؟ مين الناس اللي وجودهم فرق فعلا والناس اللي وجودهم مجرد حشو بيستنزفوك وبيستهلكوك على الفاضي؟ في الشغل مثلا 20% من المهام بتاعتك بتعمل 80% من انجازاتك، الباقي شغل شكلي. طب الحل ايه؟ احدد اهم 3 حاجات بعملها بتعمل نتائج، والباقي يلغيه يديه لغيري افوضه. طب في الفلوس، مشروعك مثلا 20% من العملاء بيدوك 80% من الدخل، و20% من الاستثمارات بتدي 80% من العائد. مش لازم مصادر دخل كتير، لكن لازم مصادر تكون صح. طب ما تيجي نطبق الموضوع ده على موضوع الوقت. انت في وقتك لو كنت طالب مثلا، وقت كتير تفتح الكتاب تقعد قصاده ما بتذاكرش، فاتحه وخلاص. يبقى الوقت حتى مش متساوي، في ساعات من ذهب وفي ساعات من صفيح. 20% من وقتك برضو بيديك 80% من انجازاتك. طب الحل ايه؟ اعرف امتى بكون في احسن تركيز، احط اهم شغلي في الوقت ده، واي حاجة تانية تتأجل بعدين. مش كل ساعة تستاهل نفس المجهود. طب في علاقاتك مع الناس، الحقيقة الصعبة بتقول ايه؟ ان 20% من الناس بيدوك 80% من سعادتك، وبرضه 20% من الناس بيكونوا سبب في 80% من توترك. طب ما انا اركز مع ال20 الحلوين دولت واستأصل او ابعد او ابعد ال20% اللي بيعملوا لي التوتر دولت. مين الناس اللي بعد ما اقعد معاهم بحس ان انا احسن، بحس بطاقة؟ ومين الناس اللي لما بقعد معاهم بحس بتقل، بحس ان هم بيأذوني؟ العلاقات مش عدد، لكن العلاقات تأثير. الفصل ده حتى لو فكرت في التعليم، 20% من اللي بتتعلمه بيديك 80% من احتياجك، الباقي معرفة نظرية حشو. ركز على الأساسيات، طبق بسرعة، وتجاهل ان انت توصل للكمال. مادام كده كده هاخد معلومات نظرية ومش هتفيدني. القليل اللي استخدمته احسن بكتير من كتير وانت ما استخدمتوش. في الاخر ريتشارد كوك عايز يقولك الهدف مش انك تشتغل اقل، لكن الهدف انك تعيش احسن. اسلوب حياة 20/80 يعني ضغط اقل، نتائج اعلى، وضوح اكتر، وسلام نفسي.
لو انت بقى هتطبق 3 افكار من الكتاب او حتى فكرة واحدة، يا ترى هتكون ايه الفكرة دي؟ سبسكرايب لو مهتم تشوف الحلقة الجاية، واتمنى تكون استفدت واستمتعت من الحلقة دي، واشوف وشك الحلقة الجاية على خير، وسلام.